يلا هنبدأ حلقتنا في برنامجكم ليه مع إسلام محمد على راديو في السكة. مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. هيكون معاكم إسلام لمدة ساعة من الساعة 9 للساعة 10 مساء في حلقة جديدة من برنامجكم ليه. النهاردة حابب أتكلم معاكم في موضوع، والصراحة موضوع النهاردة مستفز بالنسبة لي أنا شخصيا شوية، ألا وهو في ظاهرة كده بقالها أسبوع على الفيسبوك واسمها الصراحة. هو إن حضرتك أو حضرتك تعمل أو تعملي أكاونت، وبعد ما تعمل أكاونت تعمله شير عندك على صفحتك على الفيسبوك، والناس اللي هم عندك المفروض ان هم اصحابك بقى من زمان، من ايام المدرسة او من ايام الجامعة او في الشغل او قرايبك، يبتدوا يصرحوك وانت مش عارف مين. ومن هنا بقى ابتدت الكارثة، انك تبتدي تفتح الاكاونت وتشوف الناس اللي هم حبايبك بعتلك ايه. هو الصراحة لقيت مهازل، لقيتها عند اصحابي وعند ناس عاملين شير للمصارحة، حطينها عندهم بالسكرين شوتس. ايه ده؟ ليه احنا وصلنا لده؟ هو انا الصراحة شايفه من وجهة نظري المتواضعة دي اسمها، وانا اسف ان انا هقول كده، دي اسمها وقاحة. لان كده في شعرة صغيرة خالص ما بين الصراحة والوقاحة، واللي حصل ده اسمه وقاحة، لان في صراحة بناءة، واللي احنا بنقول عليه وقاحة تهد اللي قدامك. طبعا هنا في سؤال انا عايز اسأله لكل واحد صارح صاحبه او صاحبته. قبل ما تصارح صاحبك كده بعيوبه، صارحت نفسك قبل كده؟ وقفت قدام مرايتك وقلت لنفسك انا فيا وفيا وفيا قبل ما احكم على الناس؟ معلش، يعني مين انت او انتي علشان تحكم او تصارح وكلنا في الاخر بشر وخطائين. وزي ما يكون كل واحد ادى لنفسه الحق ان هو ياخد صفة الاله ويحكم بيها على الاخرين، كأن اللي صارح ده ملاك نازل من السماء. ولو مؤاخذة كده انت في الاخر انسان وانا انسان، يعني ملناش اننا نصدر احكام على بعض. بس اكيد يعني لو في عشم، سواء بقى ما كان ما بين صحاب او اخوات او اهل، ممكن انقدك بس ما اجرحكش ولا هينك. ان في نقد بناء ونقد هدام. عايز تصارح صارح، بس ده كان اسمه سواد وطافح. خليني كده اقرا ليكم بعض الرسائل اللي شفتها على الفيسبوك، بس خلينا نروح لفاصل وارجع لكم تاني على طول. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. كل حاجة بتخص عالم الإبداع والديزاين والجرافيك هتلاقيها مع ضياء الأزهري في جرافيكو يوم الأربع من الساعة 3 للساعة 4 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. كل إنسان عنده موهبة بيحبها، بس مش كل إنسان بيعرف يخلي موهبته هدفه اللي عايز يوصله. فعلشان نعرف نحقق هدفنا إزاي، هنسمع الهدف أسلوب حياة مع نور الأهواني يوم الحد من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. عايز تعرف ازاي تقرب من ربنا؟ غلطت كتير في حياتك وبتقول خلاص مفيش فايدة، في معلومات مش عارفها في دينك ونفسك حد يقولها لك؟ شخص واحد بس هو اللي هيدلك على الطريق الصح، أحمد سنبل في دينك حياتك يوم الأربع
من الساعة 6:30 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. بتموت في قصص الرعب؟ بتحب الألغاز اللي تحيرك وتخوفك في نفس الوقت؟ نفسك تسمع قصص خيالية وحقيقية كمان؟ مين اللي هتقعد تستناه علشان تسمع كل الكلام ده؟ محمد جويلي في المحكمة، يوم السبت من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، ساعة كاملة هتترعب فيها على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. هكونا ماتانا حكمة نغمها لذيذ. هكونا ماتاتا ارمي المالي اللي يغيظ. إنسان المستقبل اديه كل التركيز. هذا هو البريد الفلسفي. هكونا ماتانا. أطفالنا هم سر حياتنا، وعلشان نعلمهم صح بنقدم لهم المعلومة في صورة حكاية صغيرة. هنسمع حكايات جديدة جدا في حكاية تيمون مع إيمان السيد يوم الثلاث من الساعة 6:30 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. احنا نبطشية بس صنايعية. احنا نبطشية بس صنايعية. الله احنا نبطشية بس صنايعية. ابو شام منور يا بريم. بالحب 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 منور يا ريس. بلدنا بلدنا. أيوة هتعدل مزاجك وتظبط الدماغ وهتولع في النبطشي مع محمد المصري يوم السبت من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. اكتفوا من خيرهم ومن غير سخع ولا تتيت. يعني تجار السبيرتو الاحمر، يعني خمرة الفقراء. وسمعهم لو فاكر ان في حاجة معينة هي دي اللي هتخليك سعيد في حياتك والحاجة دي ما حصلتش، فزي ما بنقول كده خير او لعله خير. بس لو انت مش مقتنع بكده، شادي محمد هيقنعك في لعله خير يوم الحد من الساعة 9 للساعة 9:30 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع إسلام محمد في برنامجكم ليه على راديو في السكة. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن اكاونت الصراحة على الفيسبوك، وكنا وصلنا ان هقرأ ليكوا بعض الرسائل. اول رسالة، الصراحة انا شايف ان صاحب او صاحبة الرسالة دي لازم يروح لدكتور نفسي. ليه بقى؟ الرسالة هي: انا كل يوم في صلاة الفجر ادعي عليكي وانك تتحرمي من امك وابوك. انا بزعل قوي لما بلاقيكي فرحانة، لان الفرحة مش ليكي، الحزن هيكون اجمل. ورغم تتحرمي من اهلك وتفضلي لوحدك طول حياتك، بكرهك بجد وبتمنالك طول الوقت الشر والله. هو الصراحة بقى قمة التناقض، ده رأيي، ما بين وأصلي الفجر وإنها الاسترسال في تمني الشر. علشان كده قلت إنها تروح دكتور نفساني، إن المفروض اللي بيصلي يبقى نفسيا أهدى من كده بكتير قوي. نروح للرسالة التانية: طول حياتي بحسدك على مامتك ونفسي يجيلها أي مرض واستريح. تعليق على الرسالة دي: لا تعليق. الرسالة التالتة: انت ليه قريبة من مامتك كده؟ ليه عندك ام قريبة منك وانا لا؟ ليه ما بتحكيليش على اسرارك لاصحابك وبتحكي لمامتك بس؟ وليه انا امي
ما بتعملش كده، وانا بحكي لك على كل حاجة، لاني ما بحكيش لحد غيرك وبستناكي تحكي لي. وقلتي لي قبل كده انا بحكي كل حاجة لماما. ساعتها كان نفسي اقولك ربنا ياخدها منك عشان تحسي بيا، ربنا ياخدها علشان اشوفك مكسورة. انا وانا بقرأ الرسالة دي الصراحة انا شخصيا خفت من النفسيات المريضة الحسودة الحقودة السودة. معقول احنا وصلنا لدرجة من الكره لبعض والحسد بالمنظر ده؟ وليه؟ ايه الوشوش اللي بتتركب دي؟ انا شايف ان الناس دي كويسة جدا في التمثيل. ليه ابين لك عكس اللي جوايا وانا اصلا في الحقيقة انا ممكن اكون بكرهك او انا بتعامل معاك بر وعتب او ان انا بحسدك؟ بجد اللهم احفظنا من الناس دي. الرسالة الرابعة، والصراحة الرسالة دي استوقفتني برضو. ربنا يرزقك بالسرطان، نفسي اشوفك بتموتي وانت عايشة. هو احنا كمان بقينا بنتمنى لبعض الموت؟ لا، ده مش الموت وبس، احنا بقينا بنتمنى لبعض اصعب الامراض اللي هو الكانسر عشان صاحبها يفضل يتعذب. هو احنا وصلنا لدرجة ان احنا بقينا بنستلذ بآلام وعذاب بعض؟ ايه يا جماعة ده؟ احنا ليه وصلنا للدرجة دي من الكره لبعض؟ انا عقلي مش قادر يستوعب ان في ناس كده، ان احنا وصلنا لكده، وان احنا بقينا عايشين في مجتمع مضطرب نفسيا. احنا ليه ما استغلناش اكاونت الصراحة ده في حاجة بوزيتيف؟ ليه استغلناه زي ما كان اغلب الرسائل معظمها عن الحقد والكره والغضب وان احنا ازاي نوجه النقد لبعض؟ ليه لو هواجهك من خلال رسالة مجهولة حتى لو نيجاتيف يبقى بالمنظر ده؟ ليه ما يبقاش عندك او عندك الشجاعة ان تواجه وتقول اللي مش عاجبك في صاحبك؟ وليه اصلا تبقى شخصية جبانة؟ ليه نسيب نفسنا لحد لما نوصل لدرجة كبيرة قوي من العداء والحقد بالمنظر ده؟ طب ما تيجي اقول لكم على حاجة، ما تيجي نتعود ان احنا نفلتر كده اول. يعني لو موقف حصل ضايقك من صاحبك او حاجة حصلتك ما عجبتكش، ما سيبش نفسي لدرجة ان انا يبقى عندي تراكمات من المواقف اللي انا عشتها. دايما افضي اول باول. يعني احنا مثلا لو فضفضنا لبعض على طول وقلنا على اللي بيزعلنا دايما اول باول، هنوصل لدرجة اكيد درجة سلام من السلام الداخلي. طيب هو انتوا مفكرتوش وانتوا بتبعتوا الرسايل دي لاصحابك، ما فكرتش كده ايه الواقع او تأثيره عليه؟ ياريت كده لما نيجي نعمل اي حاجة نعكس بس الادوار ونشوف هتقدر تستحمل ولا لا. نقول تاني، عايز تصارح حد صارحه، بس تبقى في مصارحتك رحيم. تحط في بالك ان مفيش حد كامل، لان الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. كلنا فينا عيوب، بس العيوب بتبقى متفاوتة من واحد للتاني. في حاجة كده بنقولها، خد صاحبك على عيبه، take it leave it. انسان باكج انت، وهتقدر تستحمل عيوبه دي ولا لا؟ يعني مثلا في حد يقدر يستحمل انه يعاشر انسان بخيل، في حد تاني لا. الهدف من الحلقة النهاردة مش مبنية على الاكاونت الصراحة. الهدف من كلامي ان احنا نبطل الغل، الحقد، الحسد، الكره، ان احنا نبقى عايشين في مجتمع اسود بالمنظر ده. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل السواد اللي جوانا ونبقى متصارحين ومتصالحين مع نفسنا. قبل ما نوجه اي كلام او مصارحة لاي حد، نحاول قبل ما نصدر كده احكامنا نشوف احنا فينا ايه من عيوب ونشتغل عليه ونصلحه. للأسف الشديد وقت حلقتنا انتهى، بس حابب قبل ما اختم الحلقة معاكم عندي جملة صغيرة. لا تخبروني عمن يكرهني.
بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ أسئلة كتير بنسألها لنفسنا، ساعات بنلاقي لها إجابة وساعات ما بنلاقيش، وكلها بتبدأ بكلمة واحدة: ليه؟ ليه الكرة الأرضية مدورة؟ ليه لما بنيجي نجري بنجري لقدام مش لورا؟ وليه خسرنا كأس الأمم؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها وأكتر من كده كمان في برنامجكم ليه؟ مع إسلام محمد يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. انت خلاص حبيت غيري، رحل اللي حبتي يا شيخة، رحل اللي حبتيه، انسى غدرك والقسية ولا حب.